السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. طيب اليوم حأعمل سلطة فواكه ببذور الشيا. هذه هي بذور الشيا اللي ما يعرفها. الوصفة صحية وسهلة وسريعة ولذيذة، حتعجبكم إن شاء الله. فنقول بسم الله. في البداية حأخذ مقدار ملعقتين كبار من بذور الشيا، وحأحط عليهم موية، ربع كوب موية بدرجة حرارة الغرفة. حقلبهم وأخليها تتنقع في الموية ساعتين على جنب. للي يحب الوصفات الصحية عندي قائمة تشغيل بحلويات صحية، حخليها تحت في صندوق الوصف إذا تبغوا تشيكوا عليها. المهم بعد ساعتين شوفوا كيف صار شكلها كده، طلعت اللزاج اللي فيها كده، يمدينا نستخدمها. خلاص دحين ححط عليها 3/4 كوب حليب. الحليب اللي انتوا تفضلوه، يعني الحليب اللي انتوا تستخدموه اصلا، حليب لوز، حليب جوز، الحليب العادي اللي تبغوه. المهم حأقلبهم برضو سوا. وللتحلية في ناس تستخدم حليب مكثف وفي ناس تستخدم عسل، فأنا حستخدم عسل علشان خلاص الدنيا كلها تقلب صحي، عرفتوا. بس انتوا يعني على حسب رغبتكم. المهم قطعوا الفواكه اللي تبغوها وبعدين صبوا عليها الخليط هذا. انا حطيت مانجا وحطيت تمر، ليش ما اعرف. خلاص كل واحد الفواكه اللي عنده يقطع الفواكه ويصب عليها البذور الشيا اللي بالحليب والمحلي اللي انتوا تستخدموه. فالوصفة مرة سهلة، مرة لذيذة، بس يبغى لها تكون باردة مظبوط، عرفتوا. فبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو وبس.